السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن فقه السلف. هل كان أهل السلف أو الأئمة الأربعة بيفهموا أكتر مننا؟ كل اللي أنا عايزه بعض التفكير، مش كل التفكير، بعض التفكير. حضراتكم كلكم، كل واحد دخل كلية درس إلزامي إنه يدرس 16 سنة، 6 ابتدائي و3 إعدادي و3 ثانوي و4 جامعة، دول 16 سنة. السادة السلف بقى درسوا ايه؟ ايه اللي فهموه اصلا في الحياة؟ دي واحد. نمرة 2، ماذا قرأوا الأئمة الأربعة؟ ماذا قرأوا؟ يعني شوفوا انتوا، مكان ناس ما عندهاش لا ورق ولا طباعة، لا ورق ولا طباعة، قرأوا قد ايه؟ الإمام أبو حنيفة ده يعني اتولد سنة 80 هجرية ومات 150 تقريبا. وطبعا والإمام مالك والشافعي وابن حنبل قرأوا ايه اصلا؟ ده كان الكلام العلم بينهم بالمشافهة كده، وبالمشافهة بقى قول زي ما انت عايز وخرف زي ما انت عايز. هل النهارده هنجيب الناس دي الأئمة الأربعة زي ناس دلوقتي عايشة الأيام دي؟ ناس عاديين يعني، مش بس مهتمين بدينهم شوية، والله ما يعرفوا عشر معشار أي واحد فينا. ما فيش حاجة اسمها تخصص في الدين. تخصص في الدين دي شغل نوع من أنواع، واحد بيعمل طرزان على الباقيين، يعني واحد بيعمل نفسه ان هو جايس على الباقيين. مفيش حاجه اسمها تخصص في الدين. التخصص في الدين اسمه التقوى، غير كده مفيش حاجه اسمها تخصص. تاني، التخصص في الدين اسمه التقوى، غير كده مفيش واحد وظيفته بيقبض فلوس عشان ان هو اصله قرا دين. قرات ايه؟ قرات كتب الاقدمين وكتب السلف؟ دي اسوأ كتب. كتب السلف اسوأ كتب. المرأة ناقصة عقل ودين من كتب السلف. قتل المرتد من كتب السلف. إرضاع الكبير من كتب السلف. الهجوم على الدول من فعل السلف. قتل تارك الصلاة من كتب السلف. هو ايه السلف يعني؟ عملوا ايه السلف؟ ايه اللي حققوه السلف في اي عصر؟ السلف بتوع الايام دي اللي احنا فيه، احنا دلوقتي سنة 2025، قولوا لي عملوا ايه للدولة عشان تتقدم؟ ده اصلا السلفيين لم يدخلوا دولة الا وهدموها. انظر الى افغانستان، انظر الى العراق، انظر الى سوريا، انظر الى كل البلدان اللي دخلها السلفيين. ايه اللي حصل للسلفيين وايه اللي حصل فيها؟ للاسف للاسف احنا بس قاعدين واحد مبسوط بالسلف وسعيد بالسلف وتحقن حقنة السلف ان السلف احسن من الخلف، انما بيفهم هو حاجة؟ بيعمل قياسات عقلية اللي قبل ما يتكلم ما بيعملش قياسات عقلية. يعني هل النهاردة احنا نستطيع ان احنا نقول انه لا يرفع الحد على المرأة مستأجرة للزنا؟ هنبقى بيوت دعارة. قال كده الكلام ده هو قالوا مالك وابو حنيفة. هل النهارده نقدر نقول اللي كانوا بيقولوه السلف من الخرافات ان السنة تنسخ وتطمس القرآن، اللي بيسموها سنة هي مش سنة، المرويات، هل دي صحيح تطمس وتنسخ آيات القرآن؟ نبقى مشركين على طول. هو ده الكفر بآيات الله. إنما
هتقول لي بقى اصله انت بتقول كلام غريب وكلام مثير للجدل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا سبحانه وتعالى ما قال ما ننسخ من آية او ننسها، بيتكلم على الشرائع الاخرى. يعني نسخ بعض ايات التوراة بايات القرآن، كتب فيها في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كتب عليهم في التوراة كده. كتب علينا احنا ايه بقى؟ كتب عليكم القصاص في القتلى فقط. هو ده النسخ. إنما تقعدوا بقى تلعبوا بالقرآن الكريم وتخلوا الأحاديث اللي هي الظنية تتفوق على القرآن القطعي، ده بقى يعني ربنا يهدي. هقول ايه؟ ربنا يهدي. في الدنيا حد في اي علم في اي شكل باي وجه من الوجوه يخلي الظن يطغى ويعلو على القطعي؟ في الدنيا كده اصلا؟ الاحاديث كلها ظنية الثبوت والقرآن كله قاطع الثبوت. ازاي بقى الظن يطغى على القطع وتقول لي اصل السنه بتنسخ القران؟ براحتك، ده فقهك، براحتك، خليك على كده. احنا ما بنجبركش على حاجه، انما انت ما تجبرناش على اللي انت فيه ده. ادي كل الحكايه. اللي شايف ان السنه 3/4 الدين وان ربنا اللي نزله من السماء ربع الدين بس، براحته برضه. احنا ما بنجبرش حد على حاجه، انما ما تجبرنيش على الخرافات بتاعت سيادتك وتقول لي انه حمل المرأة 5 سنين وارضاع الكبير ونكاح الرضيعة والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وسبي النساء وطئهن في الحروب وبيع البشر في الاسواق والكلام ده كله. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. لا يحب المعتدين. اعملوا فتوحات زي ما انتوا عايزين بقى، براحتكم، وقولوا الفتوحات دي عظيمه وانها كويسه واحسن حاجه في الدنيا، براحتكم. انا شايف ان غلط، الفتوحات غلط. اجبرتكم على حاجه انا بقى؟ قلت لكم لازم تتبعوا منهجي؟ انما انتوا بتقولوا لنا لازم تسمعوا كلامنا وهو كلامنا هو الصح. هي دي المشكله. ما تسيبني بحريتي. أنا بؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأن القرآن كتابي والسنة المتوائمة مع القرآن هي سنتي. أنت عايز مني إيه تاني بقى؟ هو يعني استوحاش تتوحش عليا وخلاص؟ يبقى إذن نفوق بقى لنفسنا شوية ونبطل سيطرة. شكرا جزيلا يا إخوة.